السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بتعملوا زيي ولا لا؟ انا بقى بعمل حاجه غلط وبحبها. اول ما بتطلع الحاجه من الفرن بحب اكلها سخنه، ما بحبش اكل حاجه ساقعه. رغم العزيزيه بتاعتنا بتتحب تتاكل ساقعه كده وتبقى جميله لما تطلع من التلاجة. ودي وصفه بحب اقول لكم، وصفه حلوه كده ممكن تعمليها في رمضان بعد الفطار كده تاكليها. بصوا بقى يا حبايبي، بالشكل ده كده معانا 4 كوبايات من الميه، وبحدد الميه اللي بنسلق فيها المكرونه. وبقول لك معايا 350 جرام من اي كيس مكرونه عندي. وكان متواجد عندي الشعريه ونص كيلو من اللبن. يبقى وانا كمان معايا ايه؟ كيس كريم كراميل. هحط البودر بتاعه كده في لبن ساقع وكوبايه سكر، والتحليه بتاعتنا دي سكرها يا دوبك خفيف وسن الفانيليا، واروح مقلباهم بالشكل ده كده. واروح مدوبه بقى كيس الكراميل ومدوبه الايه السكر في نص كيلو من اللبن. كده خطواتنا سهله وبسيطه وما بتاخدش مننا اي وقت. خلاص المكرونه بتاعتي او الشعريه بتاعتي اتسلقت زي ما انتم شايفين اتسلقت عامله ازاي، وفي نفس الميه زي ما انا بقول لكم بالشكل ده. بس هروح بقى ايه جايباهم، لو ما عندكيش الهاند بلندر هتروح حطها بعد ما تبرد كده في الخلاط، وتروحي ايه ضربه الخليط بتاعنا ده، خليط المكرونه ده او الشعريه اللي متوفر عندك. وكده انا دوبت الشعريه خالص في قلب الميه بالشكل ده. كده خلاص هروح ضايفه بقى ايه اللبن اللي متضاف ليه كريم كراميل، واروح والسكر. وكده خلاص تعتبر ايه العزيزيه بتاعتي كده خلصت. اروح حتى بقى معلقه سمنه ومعلقه عسل نحل، وسايباهم بقى ايه يغلوا كده على النار يبقبقوا مع بعض. ليه بقى؟ عشان انا مش هسوي العزيزيه في الفرن، انا هحطها بس تحت الشوايه بالشكل ده كده. مقاديرنا سهله وبسيطه وطريقتنا سهله وبسيطه في العزيزيه. كده بقى لو لسه ما عملتليش لايك ومتابعة، اعملي لي لايك ومتابعة وقولي لي انت بتتابعيني من اي مكان وايه رأيك في الوصفات بتاعتنا. خلاص كده بقى ايديا على طول هتدنها ايه في قلب العزيزية بتاعتنا عشان ما تلزقش مني في الحلة بتاعتنا. زي ما انتم شايفين بالشكل ده. الكمية اللي معايا تكفي الصينية الكبيرة دي. بس انا بقى بحب العزيزية بتاعتنا ما تبقاش سميكة، فهقسمها على صينيتين زي ما انتم شايفين. وشايفين ايديا على طول في العزيزية عشان ما تلزقش، وعشان نسوي الكريم كراميل ونسوي بقى المكرونه ونسوي بقى كل الخليط بتاعنا بالشكل ده كده. بقول لك بقى وصفتنا سهله وبسيطه والله، مكوناتها موجوده في اي بيت. اللبن والمكرونه والسكر، وعملنا منهم احلى تحليه. زي ما انتم شايفين كده هصب الخليط بتاعنا في الصينيتين زي ما قلت لكم، عشان انا بحب سمكها رفيع. هي المفروض في الصينيه دي بس عشان تبقى ايه سمكها حلو كده لو تقدميها لاي ايه اي ضيف. وبالشكل ده هسيبهم حوالي على نص ساعه واسيبهم يبردوا بقى خالص بالشكل ده. شايفين انا بحركها يعني ايه مسكت معانا بالشكل ده. شايفين ايديا ما طبعتش كده. اروح جايبه بقى كيس الكريم كراميل اللي موجود معانا، وازوق بيه بقى ايه الصواني بتاعتنا دي. اروح كده فاتحاه وموزعه بطريقه عشوائيه فوق السطح كده بتاع العزيزيه. واجيب بقى اي فرشه واروح ممسحه كده على الخفيف، على الخفيف خالص، علشان ايه ما المكرونه بتاعتنا ما تتهزش او تطلع من مكانها او تتقطع معانا. وكده بقى اروح فاتحه البوتاجاز مدياله سخونيه جامده، واروح طافيه عليه ومولعه بقى الشوايه وحطاهم تحت الشوايه. ومش هياخدوا معاكي 10 دقايق وهتلاقي بقى طالعه معاكي بلون تحفه. ولون بقى العزيزيه الحلوه بتاعتنا. مكوناتنا حلوه ومغذيه لاي بقى اي طفل ياكل منها مكرونه ولبن وعسل وايه وحاجه حلوه كده من الاخر. وحاجه حلوه موجوده في البيت. بصوا بقى يا حبايبي طالعه عامله ازاي، شايفين لونها؟ يلا بينا بقى نقطعها. وانا بحب اكلها زي ما بقول لكم كده سخنه. بس انا هوريكم حته وهي طالعه وهي سخنه، وحته وهي طالعه وهي بارده. نقطعها كده بقى مكعبات زي ما انتم شايفين، او مربعات قصدي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. بصوا بقى يا حبايبي تعالوا بقى نقطع الحته السخنه اللي انا بقول لكم عليها. المفروض ما نعملش الخطوه دي مع العزيزيه، تبرد خالص وبعد يوم في التلاجة نقطعها عشان تطلع معانا. بس هي كده وهي سخنه. وتعالوا بقى اوريكم بقى السمك اللي انا عملته، سمك رقيق خالص. حابه تزوديها زي ما بقول لكم ضيفوا كل الكميه في الصينيه دي. بصوا بقى يا حبايبي بعد ما بردت شايفين سمكها طالع معانا عامل ازاي. وكده بقى العزيزيه بطريقه سهله وبسيطه. بقول لكم بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك ومتابعه عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.